السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم قصص برية. في الفيديو بتاع النهاردة بعد ما اتكلمنا قبل كده عن الأسود واتكلمنا عن الفهد، هنتكلم النهاردة عن قبيلة من القبائل اللي احنا لازم نتكلم عليها طالما بنتكلم عن القطط البرية. بس هو يعني يعتبر ايه، يعني هو من اكتر القطط البريه اللي هي منعزله بشكل كبير. يعني هو مش زي الاسود، مش كائنات اجتماعيه، مش زي الفهود مثلا اللي هي فتره من الفترات بتكون اجتماعيه مثلا، او ممكن تعمل تحالفات مع بعضها. اللي احنا هنتكلم عليه في الفيديو النهارده اللي هو النمر. طبعا النمر غني عن التعريف. من مميزات النمر ان هو بيكون الحجم بتاعه، او ان هو بيكون اكبر نوعا ما من حجم الاسد، وفي نفس الوقت مش سريع زي الفهد، فهو بيعتمد على القوه بتاعته في العمليات الاصطياد. تمام. ومنتشر بنسبه كبيره اكتر من الاسود، يعني الاسود اغلبها موجود في السافانا مثلا، فهو منتشر بنسبه كبيره اكبر من الفهود والاسود، فممكن تلاقيه في الهند ودول اسيا بمسميات مختلفه، اللي هو النمر الاسيوي او النمر ده، وموجود برضه في افريقيا بس بصوره اقل مثلا من الاسود وغيرها من الكائنات اللي هي موجوده. تمام. ويعتبر النمور من كائنات الغابه الاصليه، يعني هو يعتبر المفروض يقولوا ان هو ملك الغابه مش اسد ملك الغابه، لان النمور هي اللي بتعيش في الغابات اكتر من الاسود، لان الاسود هي بتعيش في السافانا، والسافانا زي ما هي احنا عارفين ان هي نوع من انواع الحشائش فقط. تمام. و وال و طبعا احنا الاسود النمور ما بتبقاش كائنات اجتماعيه الا في فتره التزاوج بس فقط. غير كده بيبقى كائن منفصل وكائن منعزل، وكائن زي ما احنا بنقول كده اللي هو كائن منطوي. تمام. دي كانت شويه معلومات بسيطه عن النمور. اتمنى الفيديو ينال اعجابكم، اشوفكم في فيديو جديد. ولو حابين نتكلم عن نفس الموضوع ده تاني، النمور تاني بشكل اوضح، ممكن تقول لنا في التعليقات، وانا ان شاء الله هقرا التعليقات كلها واشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.